يوفر البرنامج عدة طرق للحصول على التعليمات المساعدة HELP، حيث يمكننا استخدام التعليمات المساعدة بالضغط على مفتاح Microsoft Access HELP من شريط الأدوات Database، أو باستخدام القائمة المستدلة HELP، أو باستخدام المساعد Office Assistant. كما يمكن أيضا الوصول إلى التعليمات المساعدة باستخدام الخانة Ask a Question التي نراها على يمين شريط القوائم Menu Bar. فبالضغط على مفتاح Microsoft Access HELP من شريط الأدوات، أو بالضغط على مفتاح F1 من لوحة المفاتيح، سوف يظهر المربع الحواري الخاص بالمساعد Office Assistant. فنقوم بكتابة اسم الأمر الذي نريد التعرف على التعليمات المساعدة الخاصة به، فنكتب مثلا How do I print، ثم نضغط على مفتاح Search. سيقوم البرنامج بعرض قائمة بالخيارات المرتبطة بالأمر الذي نريده، فنختار الجزء الذي نريد التعرف عليه، فنختار Print a Database Object. فتظهر النافذة Microsoft Access HELP التي تحتوي على التعليمات المساعدة الخاصة بالجزء المختار. وإذا تركنا هذا المساعد ظاهرا أثناء العمل بالبرنامج، فسوف يقوم بعرض التعليمات المساعدة الخاصة بالجزء الذي نعمل به حاليا بشكل تلقائي. ولإخفاء المساعد نضغط عليه بمفتاح الماوس الأيمن ونختار Hide من القائمة المختصرة، أو نفتح القائمة المستدلة HELP ونختار الأمر Hide the Office Assistant. ويمكننا اختيار عدم ظهور المساعد Office Assistant بحيث تظهر النافذة Microsoft Access HELP مباشرة عند الضغط على مفتاح HELP من شريط الأدوات. ولعمل ذلك نضغط بمفتاح الماوس الأيمن على شكل المساعد ونختار Options، ونقوم بإلغاء تشغيل الاختيار Use the Office Assistant، ثم نضغط OK. والآن عند الضغط على مفتاح Microsoft Access HELP مرة أخرى، أو الضغط على مفتاح F1 من لوحة المفاتيح، سوف تظهر النافذة Microsoft Access HELP مباشرة. والآن نضغط على مفتاح Close لإغلاق نافذة التعليمات المساعدة للتعرف على الطرق الأخرى للحصول على هذه التعليمات، حيث يمكننا الحصول على التعليمات المساعدة عن الأمر الذي نريده بكتابة الأمر في الخانة Ask a Question على يمين شريط القوائم، ثم الضغط على مفتاح Enter. فتظهر قائمة بالخيارات المرتبطة بالأمر، فنضغط بالمؤشر على الاختيار الذي نريده، فتظهر النافذة Microsoft Access HELP التي تعرض التعليمات المساعدة عن الأمر المختار. والآن نغلق هذه النافذة، وباختيار الأمر What's this سوف يتم إظهار وصفا مختصرا لوظيفة الجزء الذي نريده، فنفتح القائمة HELP ونختار الأمر What's this، فيتحول المؤشر إلى علامة استفهام، فنضغط بالمؤشر على الجزء الذي نريد التعرف عليه، فيظهر مربع بيانات صغير يحتوي على المعلومات والتعليمات الخاصة باستخدام هذا المفتاح أو الجزء. وبفتح القائمة HELP مرة أخرى واختيار Office on the Web، سوف يتم الدخول إلى الموقع الخاص بشركة مايكروسوفت على شبكة الإنترنت، ويستخدم الأمر Detect and Repair من القائمة لاكتشاف وتصحيح الأخطاء الموجودة داخل البرنامج بشكل تلقائي. وباختيار About Microsoft Access سوف يظهر الرقم المسلسل Serial Number وبعض المعلومات الأخرى عن نظام التشغيل، أو الحصول على معلومات خاصة بالدعم الفني للبرنامج.